مجددا سيداتي سادتي في بطولة كأس الخليج العربي 25 في بصرة الفيحاء. ونشاهد الآن تنفيذ ضربة الجزاء للسندباد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. يمشي السندباد يا كبير يا خطير يا خبير، وعلى طريقة السفاح يسجل هدف للتاريخ يا جميل. لا 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 البساط ما عاجب الوضع بالمرة يا السندباد. هذه المرة شلون ترضي يا السندباد؟ هاي عليها سويدية بصراوية. مرحبا حبايب قلبي، ورجعنا وياكم اليوم بفيديو جديد. الآخر التحضيرات للمنتخب الوطني العراقي قبل مواجهة المنتخب القطري على ملعب جذع النخلة خليجي 25 على الأراضي البصرية. تابع وياي هذا الفيديو للأخير وشاهد وياي يا متابعي العزيز آخر التحضيرات للمنتخب الوطني العراقي وآخر الوحدات التدريبية. غدا يوم الاثنين سيواجه المنتخب الوطني العراقي مع المنتخب القطري. تابع وياي الفيديو للأخير. Inshallah, porque todavía no lo mueve. Era más complicado, sobre todo por el tema de los cambios de posición. Perfect, Serco, perfect. Bravo, 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 bravo. Bravo. ورجعنا وياكم بعد ما شاهدنا آخر التحضيرات للمنتخب الوطني العراقي. ولكن الشارع الرياضي العراقي لديه الكثير من التساؤلات حول مباراة المنتخب العراقي ضد المنتخب اليمني اللي فازها المنتخب العراقي 5-0. ولكن هناك الكثير من السلبيات اللي حصلت أثناء المباراة، سلبيات كثيرة، نقاط استفهام على بعض اللاعبين. هنالك لاعبين في الدوري العراقي أفضل من لاعبين أو ثلاثة اللي متواجدين حاليا في تشكيلة المنتخب الوطني العراقي، ولكن هذه رؤية المدرب
في اختيار اللاعبين. ولا تنسون احنا عندنا لاعبين مغتربين الى هاي اللحظة، او لاعبين يلعبون في دوريات اوروبية ما تفرغوا من الاندية اللي يلعبون بيها. عندك السلبيات اللي حصلت في مباراة اليمن رغم الفوز. انا ما اريد اذكر اللاعبين اللي كانوا نقطة استفهام نوعا ما. الايجابيات اللي حصلت اثناء المباراة هي التبديلات اللي شاهدناها، او النقلة النوعية وقراءة المدرب في الشوط الثاني، القراءة الصحيحة واختيار المراكز اللي كان تبديلات من خلالها. هاي الايجابيات اللي شفناها بنزول امجد عطوان ونزول ضرغام اسماعيل في الشوط الثاني. ولكن علامة استفهام على، هم ارجع واقول، على بعض اللاعبين. عندك التشكيل والخطة اللي لعب بها او اللي نزل بها المدرب خيسوس كاساس الاسباني. دائما ما يعتمد على اسلوب اللعب اللي هو 4-3-3 اللي هي خطة المنتخب الاسباني، او اكثر الاندية العالمية اللي يمارسون هذا الاسلوب اللي هو الاسلوب الهجومي. ولكن هذا الاسلوب ضد المنتخب القطري راح يكون فعال. هذا ما راح نشاهده ان شاء الله في مباراة قطر يوم الاثنين ان شاء الله. عندك ما هي تشكيلة المنتخب القطري او تشكيلة المنتخب العراقي اللي راح يواجهها ضد المنتخب القطري؟ هل راح يكون رؤية المدرب مثل رؤية اليمن او المنتخب السعودي؟ احنا اللي دا نشاهده من خلال مباراة المنتخب العماني والمنتخب السعودي والمنتخب اليمني كان عنده تدوير في اللاعبين، او الاسلوب الجديد اللي دا يتخذ المدربين العالميين هو تدوير اللاعبين. يشوف تشكيل الاول شكل والتشكيل الشوط الثاني شكل ثاني، والمباراة الثانية التشكيل اللي كان في الشوط الثاني تشوف التشكيل في الشوط الاول، وهكذا كل عملية التدوير اللي دا يمارسها المدرب الاسباني خيسوس كاساس حسب الامكانيات اللي متاحة له من خلال اللاعبين المتوفرين له. طبعا وهنالك نقاط ضعف للمنتخب الوطني العراقي. احنا كاعلاميين او من خلال برامج التواصل الاجتماعي ما نقدر نتكلم، او نقدر نتكلم ولكن ما نريد نسوقها او نطرحها للشارع الرياضي من خلال برامج التواصل الاجتماعي حتى لا تكون نقطة ضعف للمنتخب الوطني العراقي. بعد ما تنتهي البطولة راح تكون عندنا رؤية وكلام ثاني للسلبيات اللي موجودة والايجابيات اللي موجودة في منتخبنا الوطني العراقي. وسؤالي الى متابعيني وكل من يتابع هذا الفيديو، هل شاهدتم المنتخب القطري؟ اسلوب المنتخب القطري؟ على ماذا يعتمد المنتخب القطري؟ اين تكمن قوة الضعف وقوة القوة للمنتخب القطري؟ هذا ما سنشاهده ان شاء الله يوم الاثنين مباراتنا مع المنتخب القطري. وكل التوفيق للمنتخب الوطني العراقي، وكل التوفيق للقائمين على الكرة العراقية على هذا التنظيم. ارجع واقول التنظيم اللي كان اكثر من رائع، اقول اكثر من رائع. وشكرا على كل من ساهم في انجاح هذه البطولة. ان شاء الله ما طلت عليكم، واتمنى الموفقية لنا ولكم وللجميع، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ومن خلال بوابة برنامج استكان شاي مع كابتن خالد وبرنامج نسمات رجل في الغربة وبرنامج الرياضي ان شاء الله راح يكون برنامج اسبوعي، راح تكون في محطات ودوريات اللي هي دوريات الاسبانية والالمانية والانجليزية والايطالية والدوريات العالمية. تحياتي لكم واتمنى الموفقية لنا ولكم. اودعناكم.